بيبتدي الفيلم بإليزابيث وهي مدربة لياقة بدنية بتقدم برنامج في التلفزيون عن اللياقة البدنية، لكنها كانت حاسة إن سنها كبر وما بقتش نجمة زي زمان، وإنها ما بقتش جميلة، وكانت خايفة تخسر شغلها بسبب كده. والظاهر اللي كانت خايفة منه هيحصل لأنها سمعت صاحب شركة الإنتاج بيتكلم عنها وبيقول إنها خلاص كبرت وطلع لها تجاعيد في جسمها، ما بقتش جميلة، وإنه عايز يعمل مسابقة علشان يختار بنت جديدة تكون صغيرة وجميلة وتحل محل إليزابيث في البرنامج. بس سمعت إليزابيث كلامه وزعلت على نفسها جدا، وخصوصا كمان بعد ما قال لها صاحب الشركة الكلام ده في وشها. وبعد كده بنشوف إليزابيث وهي سايقة عربيتها وبتشوف العمال بيشيلوا صورتها من على بنرات اليافط في الشارع، وفجأة بتعمل حادثة وتخبطها عربية. في المستشفى الدكتور اطمن عليها وقال لها انت كويسه، ما عندكيش حاجه خالص، في شويه خدوش كده وخلاص. لكن كان واقف معاها دكتور شاب وبنلاقيه بيكشف على ظهرها بطريقه غريبه، بيقول لها انت هتكوني مثاليه جدا للتجربه، وسابها وخرج. واليزا ما فهمتش هو يقصد ايه بكلامه ده. وبعد ما خرجت من المستشفى بتحط ايديها في جيبها بتلاقي فلاش ميموري ومكتوب عليه رقم تليفون، وما كانتش عارفه الفلاشه دي جت منين. وفجاه بتقابل صديق قديم اسمه فريد اللي اتعرف عليها وفكرها بيه لانها ما كانتش فاكراه خالص، وقال لها انت لسه جميله زي زمان ومتغيرتيش خالص، وطلب منها يخرجوا ويشربوا حاجه مع بعض، لكنها قالت له انها مشغوله دلوقتي، وطلبت منه رقم تليفونه علشان تبقى تكلمه. ولما روحت بيتها شغلت الفلاشه علشان تشوف فيها ايه، لقيت فيديو بيتكلم عن منظمه سريه بتعلن عن ماده معينه بتقسم الحمض النووي لجسم الانسان لنصين. الكلام ده بيؤدي لخلق او استنساخ نسخه تانية من الانسان جوه جسم الشخص اللي خد الماده، وانهم هما الاثنين بيتشاركوا في الروح والتفكير والعقل، لكن الشكل بيختلف، بيبقى شكل الشباب، لكن لازم يبدل مع نسخته الجديده كل 7 ايام لانهم ما ينفعوش يبقوا مع بعض صاحيين في نفس الوقت. يعني في نسخه هتكون في ثبات لمده اسبوع لما النسخه التانية تكون عايشه، والعكس صحيح. وبيحذر اللي هياخد الماده من التاخير في ميعاد التبديل، وان هما واحد مش 2. لكن الكلام دوت ما دخلش دماغ اليزا، ورمت الفلاشه في سله المهملات. وبعدها بدات تحس بالوحده وتفتكر ايام زمان، فقررت تتصل بالمنظمه السريه. فرجعت خدت الفلاشه تاني واتصلت بالرقم وبتقول للي بتكلمه انها عايزه تعمل التجربه. فالشخص اللي معاها اداها عنوان معين، قال لها هتلاقي فيه الماده ديت. وفعلا بتروح اليزا العنوان ده وبتستلم الصندوق اللي فيه الماده، ولما روحت فتحته وطلعت الحاجات منه وبدأت فعلا تحقن نفسها بالمادة. في الأول ما حسيتش بأي حاجة، لكن بسرعة بتبدأ تحس بألم رهيب في جسمها وظهرها، وبتقع على الأرض. وبنشوف عينيها طلع منها عين تانية، وبنشوف حاجة بتتحرك في ظهرها لحد ما ظهرها فجأة بيتفتح وبيطلع من ظهرها جسم تاني. وبتشوف نفسها في المراية لقيتها شابة جميلة في العشرينات، وفرحت بنفسها جدا، وراحت جابت أدوات خياطة وخيطت بيه ظهر إليزابيث النسخة الأصلية، وسمت نفسها سو. ووصلت لإليزابيث محلول الطعام اللي هتعيش عليه طول الأسبوع. وتاني يوم بتروح الشركه اللي كانت عامله اعلان للشغل وراحت تعمل انترفيو، لكنهم اول ما شافوها انبهروا بيها وعينوها على طول من غير ما تعمل المقابله. لكنها قالت لصاحب الشركه انها هتبقى مضطره تشتغل اسبوع واسبوع تسافر علشان تراعي والدتها، لكنه رفض وقال انه هيبقى عايزها معاها على طول، ما ينفعش ما تبقاش موجوده. وبدات سو الشغل وعملت جلسه تصوير وبيعلقوا صورتها على بانر كبير في الشارع. وسو بقت فرحانه جدا وفخوره بنفسها وشايفه نفسها اجمل بنت في الدنيا. ومرت الايام على الحال ده لحد ما جه وقت التبديل وبدلت مع اليزا. وبعد كده بتروح اليزا للشركه بيقابلها صاحب الشركه وبيديها متعلقاتها وهديه صغيره منه، ويقول لها ان مش عايز يشوفها تاني. ومرت الايام وبدلت اليزا وبقت سو اللي كانت فرحانه بنفسها وبتسهر بره وعايشه حياتها، لكنها حبت تتخلص من جسم اليزا لانها بقت مش طايقه تشوفه وقرفانه منه. فبدات تكسر في مكان في الحمام علشان تعمل منه اوضه تشيل فيها جسم اليزا. لكن الخبط والتكسير دوت خلى واحد من جيرانها يخبط عليها علشان يشتكي لها، وكان غضبان جدا وكان فاكرها اليزا. لكن بعد ما سو فتحت الباب اتفاجئ بيها وقالت له انا الساكنه الجديده، وهو ارتبك جدا وعرفها على نفسه وقال لها ان اسمه اولر، وعرض عليها كمان انه يساعدها في اللي بتعمله لانه عنده الادوات كلها، وقال لها خلاص ما فيش حاجه. لحد الدوشه جميله جدا لما تكون في العماره، لكنها بتشكره وبتقفل الباب على كده. وبترجع سو لشغلها وبرنامجها اللي نجح جدا واتشهرت جامد في امريكا كلها. وبنشوف سو بالليل لابسه ومتشيكه على الاخر، بتدخل لإليزا بتقول لها انا خارجه مش هتاخر انتظريني. وخرجت تقضي سهره بره مع صاحبها، ورجعت تكمل السهره مع صاحبها في البيت. وهي مبسوطه مع صاحبها بدا محلول التغذيه بتاع إليزا يخلص وانها المفروض تبدل دلوقتي. فتعبت مره واحده وحصل لها نزيف، وراحت لإليزا وهي في حاله مش طبيعيه لحد ما دخلت عليها لقت إليزا بتتألم، لكنها طبعا مش قادره تتكلم. وبدا النزيف يزيد عندها، لكن سو بتاخد حقنه وبتسحب بيها عينه من الحمض النووي بتاع إليزا علشان ترجع سو كويسه تاني. وراحت لصاحبها
وبعدها راحت بدلت مع إليزا. وفجأة إليزا بتشوف صباع إيديها بقى لونه غامق وعجز جدا، فبتحاول تغسله في المية لكنه برضه زي ما هو. وراحت اتصلت بالمنظمة وقالت لهم اللي حصل، لكن المنظمة قالت لها إن دي النتيجة الطبيعية لأفعال سو، وإنها اتأخرت ساعتين عن ميعاد التبديل، وإن القواعد بتقول أسبوع واحد بس وتبدل، وإن التأخير هيسبب مشاكل كتير ملهاش حل زي اللي حصل في صباعها بالظبط. فقطعته إليزا وقالت له إن سو هي السبب، قال لها أنتوا الاتنين شخص واحد مش اتنين. وخبط عليها جارها كان عايز يخرج معاها في لقاء غرامي، لكن إليزا ما ردتش عليه ورجع دخل شقته تاني. وبعدها راحت إليزا تستلم الشحنة التانية من المادة ودخلت مطعم تتغدى فيه، فبيكون في راجل عجوز قاعد قدامها وبيسألها عن أخبار التجربة إيه معاها، فاستغربت من سؤاله لكنها شافت إيديه في نفس العلامة اللي عندها وعرفت ان هو كمان خد التجربه ديت. لا وكمان بيطلع الراجل ده هو الدكتور الصغير اللي كشف عليها في المستشفى وقال لها انه كان مراقبها علشان يعرف احوالها، وانه عارف دلوقتي ان هي حاسه بالوحده وحاسه بالغيره من سو مع انهم شخص واحد، ونصحها انها لو مش هتقدر على التجربه ما تكملش احسن من دلوقتي لان اضرارها اكتر بكتير من منافعها، وان الاضرار ديت قاسيه جدا. لكن اليزا ما اهتمتش بكلامه وقالت له انا كويسه ما فياش حاجه، وقامت مشيت. بعد ما روحت البيت فكرت تقابل صديقها القديم فريد، فاتصلت بيه وحددت معاه ميعاد ومكان المقابله. ولما قرب الميعاد قامت لبست واتشيكت جامد، لكنها فجاه بتبص في صوره سو فبدات تتهز من جوه، فراحت تحط مكياج كتير وترجع تبص لصوره سو تاني لحد ما فقدت الثقه في نفسها، وبتقف قصاد المرايه ومسحت المكياج وهي بتعيط وما خرجتش، وحبست نفسها في البيت وما ردتش على اتصالات فريد بيها. وبعد اسبوع سو وهي في البرنامج بتحس بشيء غريب في جسمها، فحركته لحد ما قدرت تطلعه من سرته. بعدها لقت صاحب الشركه عايز يقابلها وقال لها ان مشاهدات البرنامج زادت جدا في الفتره الاخيره، وانهم بقوا البرنامج رقم واحد في التلفزيون، وقال لها انت هتكوني موجوده في احتفال راس السنه وانت اللي هتبقى نجمه الحفله اللي هيشوفوها الملايين كلهم في امريكا. وطبعا سو فرحت جدا لان اخيرا حلمها اتحقق. وبعد كده بنشوف سو مع اليزا وبتقول لها دي فرصه وحلم حياتي مش هضيعهم، وسحبت من جسمها الحمض النووي علشان تفضل سو صاحيه. بتعدي الايام وبعد التبديل بتصرخ اليزا لانها بتشوف جسمها تحول لجسم ست عجوزه في الثمانين من عمرها، ما بقتش حد قادره تقف على رجليها. فاتصلت بالمنظمه وحكت لهم اللي حصل، وان سو بتسرق وقتها وبتدمر حياتها، وطلبت منهم يشوفوا حل وما يقولولهاش نفس الكلام بتاع كل مره. فالمنظمه قالت لها انها تقدر تنهي التجربه لكنها مش هترجع زي الاول، حتى مش هترجع زي قبل التجربه، وان سو هتختفي وانها هتعيش حياتها بالمنظر ده. وبعد ما فكرت اليزا قالت لا مش هنهي التجربه وهكمل التجربه. وبالليل قعدت تتفرج على برنامج كان مستضيف سو، وفضلت اليزا تتريق على كلام سو وتسخر منها، لكنها اتعصبت قوي خصوصا لما سو قالت انها كانت بتشوف اليزا وهي صغيره مع امها وكانت مجبره على مشاهدتها، وان امها بس هي اللي كانت بتحبها. وبدات اليزا تبهدل صور سو في الشقه واي حاجه متعلقه بيها، وبدات تبقى ندمانه على اللي عملته. فلما رجعت سو قررت انها تسحب كل الحمض النووي من جسم اليزا علشان تفضل هي اللي عايشه. وفي يوم تاني سو بتلاقي ان السائل المغذي والمثبت بتاعها خلص وبدات تحس بالتعب، فاتصلت بالمنظمه ولكنهم رفضوا يبعتوا لها جرعه جديده لانها استهلكت الحد الاقصى من السائل المغذي، وان الحل الوحيد دلوقتي انها تبدل مع اليزا ومفيش حل تاني. فاتحايلت عليهم انها تاخد يوم اضافي علشان كانت حفله الكريسماس تاني يوم، لكنهم رفضوا. وبنشوفها بسرعه بدلت مع اليزا، وبتشوف اليزا نفسها بعد ما صحيت انها بقت عباره عن مسخ بدون ملامح، ولما بتبص على نفسها في المرايه بتكون مش مصدقه الحاله اللي وصلت لها. فاتصلت بالمنظمه وقالت لهم انها عايزه تنهي التجربه، فالمنظمه قالت لها تمام يبقى تعالي استلمي المصل اللي هيوقف التجربه. فراحت لبست هدوم كتيره علشان محدش يعرفها ولا يشوف وشها وجسمها، وراحت استلمت الصندوق اللي فيه مصل انهاء التجربه. ولما رجعت البيت وتستعد علشان تاخده وقفت فجاه وافتكرت كلام المنظمه اللي بيقول انها ترجع وحيده لما تنهي التجربه. وبعد ما حقنت المصل في جسم سو بتكتشف ان النهارده هو يوم الحدث الكبير اللي امريكا كلها تتفرج على سو فيه، فبتصحي سو علشان تحضر الحدث دوت، وقالت انها مش هتقدر تعيش من غيرها علشان تقدر تحقق حلمها. وبدات تديها جرعات تانية علشان تصحى، وفعلا صحيت سو واتفاجئوا ببعض هما الاتنين وبيفضلوا باصين لبعض فتره وهم مصدومين. وبصت سو على الحقنه لقيتها حقنه انهاء التجربه، وبتفهم ان اليزا قتلتها فبتهجم عليها علشان تقتلها، وبدات بينهم معركه واليزا ضربت سو بالفاز على دماغها، لكن سو كسرت عليها باب الحمام وخبطت دماغ اليزا في المرايه اكتر من مره لحد ما وش اليزا بقى كله دم. وخرجت اليزا من الحمام وهي بتزحف على الارض، وقابلتها سو تاني وضربتها برجليها وحدفتها بعيد، فضلت تضرب فيها لحد ما ماتت اليزا. وقفت سو تعيط لكنها بتقرر ترجع لشغلها تاني. ويوم الحدث الكبير وبعد ما لبست سو الفستان حست بتعب شديد، قامت بسرعه ودخلت الحمام وهي بتكح بصوت غريب، وفجاه بنشوف سنانها بتقع وهي كمان بتشيلهم لانهم كانوا بيؤلموها جدا، لكنها
غسلت بقها بسرعه وخرجت، ولما خرجت قابلت صاحب الشركه اللي كان معاه رجال اعمال جايين يسلموا على النجمه ويتعرفوا عليها، لكنها ما كانتش عارفه تتكلم وقافله بقها، وطلب منها صاحب الشركه انها تبتسم لان شكلها كان جميل جدا النهارده. بعد ما سابتهم بتروح تمشي في الشارع زي المجنونه لحد ما وصلت البيت، وبتجيب الماده اللي جابتها اليزا اول مره تحقن نفسها علشان يخرج منها نسخه افضل من نسختها، وفجاه بتقع على الارض وبتدخل في ثبات، والنسخه الجديده بدات تخرج منها لكن بتكون مشوهه جدا واسوأ من اي نسخه ليها. وقفت النسخه المشوهه ديت بتبص على النسختين التانيين وهي ندمانه، ورغم كده بتروح تلبس فستان سو وبتلبس مجوهراتها، بتجيب صورة إليزا وبتحطها على وشها وبتزود عليها الميك اب علشان محدش يعرفها، وبقت زي المجنونة. بتروح للحفلة والكل كان قاعد مستني يشوف النجمة سو هتقدم ايه النهارده، ولما طلعت النسخة المشوهة على المسرح استغربوا جدا من القناع اللي لابساه على وشها. بدأت النسخة المشوهة تتكلم لكن صوتها كان زي جسمها بالظبط مشوه مش مفهوم، وفجأة القناع بيقع من على وشها، بيخرج من جسمها عضو غريب، والجمهور اول ما شاف المنظر دوت اترعب وفضلوا يصرخوا وينادوها بالوحش. والنسخه المشوهه طلبت منهم ما يخافوش وبتقول لهم انا سو اللي بتحبوها، لكنهم هجموا عليها وكان كل ما يضربوا او يقطعوا راسها يخرج منها نسخه جديده اسوأ من اللي قبلها، والدم انتشر في كل مكان في المسرح وعلى طرقات الداخليه للمسرح كمان، وتحول المسرح لجحيم وبحر من الدم. وظهرت اخر نسخه ليها وهي عباره عن وش اليزا بتطلع تجري في الشارع، تفضل اليزا تتخيل نفسها انها بقت نجمه ومشهوره جدا لحد ما بتختفي من الوجود هي وباقي النسخ. ودي كانت حكايه اليزابيث اللي حبت تغير موازين الكون وتخلف سنه ربنا في الانسان. وفي نهايه الفيلم يا رب يكون الفيلم عجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتدوسوا على الجرس علشان يجيلك كل جديد. ما تنسوش تقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. وفي الختام احلى سلام من حوت الافلام.